عايز تحرق دهون مش كده؟ كلنا عايزين نخس. طب ما تاكل دهون. والله هي حاجه مش بتميك سنس خالص يعني، بس كل دهون. النهارده هنتكلم عن الكيتو دايت او النظام بيعتمد على اكل الدهون. ايه هي مزاياه وايه عيوبه، وليه هي مفيده لبعض الناس ومش مناسبه لناس تانية خالص، وبتاثر ازاي على البرفورمانس بتاعك في الرياضه وعلى الامراض المزمنه زي السكر والسمنه ومقاومه الانسولين. يلا نبدا الفيديو. ايه بقى قصه الكيتو دايت ديت؟ انت في العادي جسمك كل الخلايا اللي فيه بتعتمد في المقام الاول على الجلوكوز او السكر. لما انت تيجي تاكل اي حاجه سواء سكر مكرر او حاجه فيها عسل او حتى كربوهيدرات تخش الجسم تكسر، وبعد ما بتتكسر بتنزل خالص لحد الجلوكوز، ويقوم الخلايا تاخد الجلوكوز دي عشان تديك طاقه جسمك كله يعرف يشتغل بشكل عام. طيب الكيتو دايت دي ايه الفرق ما بينها؟ ان انت دلوقتي بدل ما انت بتعتمد على الجلوكوز، انت ما بتاكلش جلوكوز خالص، انت بتقطعه وبتعتمد مينلي في الاكل بتاعك على الدهون، على الطاقه. الدهون بتقوم تخش وتتكسر، بس مش تتكسر لجلوكوز، تتكسر لحاجه اسمها كيتون بوديز او كيتونز. دول اللي هم من الاخر فات صغنون. في العادي انت بيبقى الكبد بتاعك مخزن شويه جلوكوز عشان لو انت مثلا جوعت او حاجه، بيبقى بيخزنه في حاجه اسمها جلايكوجين. وانس ان انت بدات توقف انك تدخل جلوكوز، سواء بقى انت صايم او علشان انت تعتمد على الدهون فقط في الدايت بتاعك، بيقوم الليفر يبدا يفضي الجلايكوجين بتاعه. وانس ان هو خلص، بيبدا هو يعتمد على الدهون ويحولها للكيتونز اللي احنا قلنا عليه. وجسمك بشكل عام بيخش حاجه اسمها كيتوسز، او من الاخر ان هو بيعتمد في الميتابوليزم بتاعته بشكل عام على الكيتونز اللي هم الدهون الصغنون. فايه الميزه في حاجه زي كده؟ ان انت جسمك من الاخر بيبقى ماشي على كونسبت حرق الدهون، سواء اللي انت بتاكلها او اللي انت مخزنها اوريدي في بطنك. طيب ايه ميزه الكيتو دايت بالنسبه للناس اللي عندها اوبستي مثلا، وبالنسبه انك عايز تخس بشكل عام؟ اول ميزه فيها ان الدهون بشكل عام بتشبع. فانت لما بتعتمد على الاكل بتاعك او معظم الكالوريز بتاعتك من الدهون وطبعا البروتين، بتلاقي نفسك بتشبع بسهوله. الكاربس بتتهضم اسرع منه، فانت هتلاقي نفسك غصب عنك بتاكل سعرات اقل من الانسان الطبيعي. وفي برضو حاجه تانية حلوه قوي بتخلي الناس تبقى موتيفيتد قوي في الدايت ده، ان انت اول ما انت بتيجي تعمل الدايت دوت بيحصل رابيد ويت لوس، عشان من ناحيه الكربوهيدرات بشكل عام بتمتص ميه اكتر من الدهون. انت بتخسر ووتر ويت كبير قوي، فبتخسر وزن كبير على الميزان وبتحس انك ارفع مع انك لسه ما خسيتش دهون. ومن ناحيه تانية ان احنا زي ما قلنا ان الكبد بيبقى مخزن كربوهيدرات كتير عليه في صوره جلايكوجين، فده كمان انت بتخسر، فبتلاقي نفسك خسيت حبه وزن كده في الاول. طيب ودلوقتي احنا اتكلمنا عن الميزه للخسسان بشكل عام. طب وبالنسبه للامراض المزمنه، لو انت واحد عندك مقاومه انسولين او سكر رقم 2، الدايت ده هيبقى مفيد ليك جدا، لان انت مش هتدخل جلوكوز من بره جسمك، وجسمك هيعتمد على الدهون اكتر، فبالتالي الانسولين مش محتاج ان هو يشتغل على جلوكوز، وبتقلل اللود من على الانسولين ان هو يتعامل مع كميه الجلوكوز اللي عندك في الدم. واللطيف كمان ان الكيتو دايت بتقلل الجلوكوز الصيامي بتاعك جامد، وبتقلل الانسولين سبايكس، وده شيء طبيعي. لان انت مثلا لما هتيجي تاكل دهون مش هيبقى زي ما تاكل مثلا حته شوكولاتايه مثلا يوم يحصل ان الجلوكوز بتاعك يعلى فجاه فيحصل الانسولين سبايك. ولكن لو مثلا انت بتاخد ادويه بجانب الدايت بتاعك، لازم ترجع للدكتور بتاعك، عشان ساعتها انت مش عارف الادويه دي هيبقى الرياكشن بتاعها عامل ازاي لو انت ما اكلتش جلوكوز خالص، فلازم هنا ترجع للطبيب بتاعك. طيب وبالنسبه للانسولين تايب 1، الجسم ما بيطلعش انسولين اصلا. هل الكيتو دايت بالنسبه له هتبقى حاجه كويسه؟ كيتو دايت ممنوعه، لان زي ما انا قلت انت دلوقتي جسمك مش بيبروديوس انسولين، انت بتاخده من بره. فما دام انت ما بتنتجش اي انسولين في جسمك، ما بتاخدش جلوكوز وبتاخد الانسولين وبتاخد بداله فاتس، فالانسولين اللي انت بتاخده ملوش اي لازمه، فهتخش في حاجه اسمها الدي كي اي او دايابيتيك كيتو اسيدوزز، او بمعنى اخر كومه السكر. ربنا يحفظ كل الناس اللي عندها سكر. بيبقى ساعات ان انت ممكن تخش في كوما في اتجاهين: اتجاه ان انت اخدت انسولين ومفيش جلوكوز خالص لو انت ما اكلتش معتمد على الكيتو دايت بشكل عام، وفي اتجاه تاني ان انت السكر بتاعك يبقى عالي قوي، فممكن برضه تخش في كوما. بالتالي الكيتو دايت مش حاجه ريكومندد ابدا للتايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس لازم ياخد قرار. طيب دلوقتي احنا خلصنا الحته بتاعه الامراض المزمنه. دلوقتي واحد وزنك زايد شويه وعايز تخس وبتروح الجيم وبتتمرن وعايز تعرف انا دلوقتي لو مشيت على كيتو دايت هيحصل إيه. اول مشكله ان الكيتو دايت في الجيم بالذات مش مفيده قوي، لان الجيم كله محتاج قوه سريعه اكسبلوسيف في لحظه. لما انت بتيجي تشيل دي بتبقى موستلي بتتعمل بالجلوكوز مش بالدهون، فبالتالي انت هتحس ان البرفورمانس بتاعك قلت اول 3 4 اسابيع بعد ما تبدا الكيتو دايت وانت في الجيم. ولكن على الناحيه الثانيه اللي مش هيفيد الاكسبلوسيف باور هيفيد الاندورنس. لو انت بقى واحد مش سبرينتر بقى، لا ماراثونر اللي هو بتجري لفترات طويله او بتلعب كارديو لفترات طويله، هنا الكيتو دايت هيفيدك قوي. لان بعد 4 ل 6 اسابيع من لما انت تبقى فات ادابتد، ان انت جسمك خلاص متعود على الكيتونز، انت هيبقى عندك ستيدي ستيت من الكيتونز ماشيه على طول في
في جسمك، ولما حتى هيخلصوا من الاكل جسمك هيقوم يبدا يشتغل على الدهون اللي انت مخزنها في جسمك. طيب ايه العيوب بقى بتاعه الكيتو دايت بشكل عام للانسان الطبيعي اللي بيحاول يبقى رياضي وبيروح الجيم وعايز يخس؟ رقم واحد، في حاجه اسمها الكيتو فلو او العيا بتاع الكيتو. انت لما بتبدا الكيتو دايت جسمك بيبدا يتحرك من جسم متعود ان هو ياخد الجلوكوز عشان يدي طاقه، وبيبدأ يخش على الكيتونز. ففي الفترة دي ممكن تلاقي نفسك مصدع، مش مركز، بتكح شوية، الطاقة قليلة، لحد ما جسمك يبدأ يتعود على نظام الجديد. وتاني مشكلة ان في بقى حاجات كتيرة قوي انت مش هيبقى ممنوع انك تاكلها علشان فيها كاربس، ودي انواع كتير من الخضار، البطاطس ممنوعة، وانواع كتير من الفواكه. فلما انت تقطع الحاجات دي كلها من جسمك انت بتحط نفسك في قابلية ان انت عندك اي ديفيشنسي بقى، اي نقص في الفيتامينز بتاعتك، وبيبقى عندك نقص حاد في الفايبرز. والفايبرز مشكلتها ان انت ممكن يجيلك امساك لو ما اكلتهاش، فده ممكن يأفكت بطنك بشكل مش كويس زي الميكروبيوم اللي في بطنك. وقبل ما نكمل باقي العيوب، انا عامل فيديو كامل عن البكتيريا فقط لا غير اللي في بطنك، وازاي هي بتأثر على ازاي انت بتخس والبرفورمانس بتاعتك في الجيم. موضوع جديد محدش اتكلم عنه، لو انت انترستد ممكن تروح تتفرج عليه. نرجع لباقي الفيديو. وبعدين بقى في حاجه اسمها الليبيد بروفايل. الغريب في الموضوع ان الواحد لما بيمشي على الكيتو دايت المتوقع ان هو نوع الكوليسترول اللي مش كويس هيقل والكوليسترول الحلو هيزيد. العكس بيحصل، لان انت بتعتمد موستلي على الدهون في الاكل بتاعك، فغصب عنك ممكن تلاقي نفسك بتاكل دهون مهدرجه. فالدهون المهدرجه او اللي هي الحاجات اللي فيها ترانس فات بتعلي ال LDL بتاعك اللي هو الكوليسترول الوحش. والكوليسترول الوحش ده لما بيزيد ده من احد الماركرز اللي بتبقى عاليه جدا في كل الحالات بتاعه الجلطات وتصلب الشرايين وكل امراض القلب والاوعيه الدمويه. كمان انا شايف من وجهه نظر انا الكيتو دايت مش حاجه سستينبل قوي، لان في الدايت العادي انت مثلا بتاكل كالوريز اقل، وبتيجي في يوم مثلا تاكل كالوريز اعلى شويه عشان مثلا حبيت تاكل كيكه ولا حبيت تاكل حاجه مسكره ولا ايا كان. المشكله في الكيتو دايت ايه بقى؟ ان انت بتاخد 4 ل 6 اسابيع علشان جسمك يبدا يتعود على ان هو ياخد الكيتونز علشان يدي بيها طاقه. لكن وانس ان انت في يوم بوظت الدايت بتاعك وكلت كميه كاربس كتيره بقى، رحت كلت دونتس ولا ايا كان، انت جسمك بيرجع تاني يسويتش الجلوكوز، وبيرجع ياخد وقت تاني عشان يقدر يتعود تاني على الدهون. فالموضوع مش سستينبل ومش براكتيكال قوي، لان انت هتحرم نفسك لفتره طويله ومفيش متنفس. يعني مش هينفع ان انت يبقى في متنفس at some point وتاكل حاجه انت نفسك فيها. نعمل بقى ريكاب سريع كده عن اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. ايه هو الكيتو دايت، مزاياه وعيوبه في حاله الانسان الطبيعي اللي عايز يروح يخس وبيروح الجيم، في حاله الانسان اللي عنده لا قدر الله امراض مزمنه زي السكر والسمنه، وايه العيوب بتاعتها بشكل عام وايه المزايا بتاعتها بشكل عام. لو انت انترستد في اي فيديو من الفيديوهات اللي طلعت هنا يا ريت تتفرج عليه. اليوتيوب شايف ان الفيديوهات دي كويسه بالنسبه لك، وانا عامل في القناه فيديوهات كتير عن الامراض المزمنه بشكل عام، ازاي تظبط الاكل بتاعك فيها، وازاي تبعد عن الاصابات اللي ليها علاقه بالعلاج الطبيعي، وازاي الرياضه تقدر تفيدك في الامراض ديت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.